تفتكر من الصعب انك تبيع دماغك؟ بالعكس، ده سهل جدا. الصعب اللي بجد انك تبقى صاحب قضية ومبدأ. يعني ايه بقى يا سيدي الكلام ده؟ اكبر قضية هي القضية اللي اتربينا عليها من واحنا صغيرين، وجيل بيسلم جيل بنفس العزيمة عشان تفضل موجودة جوانا ونحافظ عليها ونقدر نكمل. اجدادنا واهالينا حاربوا ولسه القصة مكملة معانا بكل تفاصيلها، من الفقد والحزن والغضب لاحساسنا بالعجز. بس احنا مش عاجزين، في حاجات في ايدينا ممكن نعملها ولو بابسط الطرق عشان نساعد اخواتنا في فلسطين. زي مثلا المقاطعة اللي قدرنا بيها نخسر شركات كبيرة ونعرفهم قد ايه احنا ايد واحدة ودم واحد وشعب واحد وقضية واحدة وعدونا واحد. اوعى تكون فاكر تشتري دماغك يعني تكبرها، تشتري دماغك يعني محدش يتحكم فيك. مهما حاولوا يقدموا لك عروض عشان تشتري، تفتكر فيه احسن انك تشتري دماغك؟ مش احنا بس اللي لينا دور في القضيه الفلسطينيه، في مؤسسات دوليه كتير المفروض ليها دور، زي الامم المتحده او مجلس الامن اللي المفروض ليهم دور ودور كبير كمان، زي مثلا حفظ على الامن والسلام الدوليين، حمايه الشعوب من الحروب، إدانة المعتدي، توزيع مساعدات دولية. بس طبعا مفيش أي حاجة من الكلام ده. بذمتك أنت شايف الأمم المتحدة بتقوم بدورها؟ وهل هم فعلا بيحافظوا على السلام؟ هم فعلا بيحافظوا على السلام لكل الدول ما عدا احنا. فاكر في 56؟ فاكر لما العدوان الثلاثي جه على مصر؟ ما منعهوش، لا سابوه، ضرب ودخل سينا ومدن القناه كامله كله اتضرب، وايه؟ طلعوا قرارات ادانه. تفتكر يومها قرارات الادانه وسحب القوات من مصر هي دي اللي وقفت الحرب؟ لا، اللي وقف الحرب اللي وقف لهم يومها بورسعيد، السويس، اسماعيليه، وهنقف لهم تاني. القصه شغاله من يومها للنهارده، نفس الفيلم بس ابطاله مختلفين، واحنا بقى مستنيين.